فتاوة الناس الغلابة. الايد اللي بتحرك القماشة باينة تحت القماشة. ستار وورز، اللايت سيبر اللي هو بيضرب بيها بيبان وهو بيتحرك ان جوه كمه في سلك بيودي على بطاريه مشغله اللايت سيبر. عروس النيل هميس متعفرته من رشدي باظة عشان بيتجوز، فبتقعد تعمل حاجات سحر في الحفله عشان تبوظها له، ومن ضمنها انها بترفع كنبه لفوق. لكن اثناء ما الكنبه بتنزل على الارض بيبان بوضوح الخشب اللي كان رافع الكنبه من الجنب. ترمينيتور الجزء الثاني، شوفوا المشهد ده كده وحاولوا تلاحظوا الخطأ اللي فيه. المفروض ان ايده بتتهرس تحت الترس الكبير ده، لكن في اللقطة دي بنلاقي ان دراعه الحقيقي باين بوضوح ولابس عليه حاجة سودا على امل ان هو ما يبانش. انكل زيزو حبيبي، زيزو المفروض بقى قوي من كتر قوته اتدفن جوه النجيلة. بس باين بوضوح بطانة الحفرة اللي هو بيخش فيها، وباين كمان انها على شكل مربع. ولو بصينا كويس هنلاحظ ان لقطته وهو بيدخله وهو بيطلعه هي من نفس اللقطة ومتاخدة من كاميرتين ومعمول لها ريفرس. بليد رانر، عربيات الحكومة في العالم بتاع الفيلم ده بتطير في الهواء مش بتمشي في الشوارع، بس وهي بتطير بتبين السلوك اللي هي بتشد العربيات لفوق، لأنها في الحقيقة طبعا ما بتطيرش بجد. تعال سلم، واللي بعت لنا الخطأ ده اكاونتنت محمود، عايزين يطروا زينات صدقي ويخلصوا منها، واسماعيل ياسين بيبقى مستخبي تحت السرير، فبيحط لها وابور الجاز تحت الكرسي اللي قاعد عليه علشان تقوم من السخونية وتطلع تجري، وده اللي بيحصل فعلا، وبتقوم من السخونية وبتجري. بس هنا في كذا حاجة حصلت مش منطقية. اولا وابور الجاز باين ان هو مش مولع، ثانيا لما بيبقى فيه دخانة بتطلع من مكان غريب، حتة بعيدة عن الكرسي اللي هي قاعدة عليه، من ورا الكومودينو اللي جنب السرير. سبيد، فاكرين البتاعة دي في الفيديو بتاع الدولارات لما ما كانوش عارفين يوقفوا الاتوبيس فاضطر يدلدل البتاعة دي وينزلوا عليها؟ بتاعة صاغة كده من ضمن جسم الاتوبيس، المفروض انها مش معمولة للغرض ده، وحتى لما بتنزل على الاسفلت بتقعد تعمل شرارة من الاحتكاك، بس بيبان بشكل واضح والممثلين عليها ان باين ان في عجل تحتها علشان يعرف يمشي بيهم. عزبة الصفيح، واللي بعت لنا الخطأ ده محمود أبي بكر. نادية الجندي المفروض انها بتولع في الحاجات اللي في المخزن، لكن بيبان ان الولاعة اللي هي بتولع بيها بعيدة اصلا عن النار اللي بتبتدي، وان مصدر الحريقة الاصلي مستخبي ورا الكراتين ومالوش دعوة بالولاعة. لاير، جيم كاري دخل الحمام وقعد يضرب في نفسه. مش هقدر اقول لكم هو بيعمل كده ليه علشان ما احرق لكمش الفيلم، لكن خلينا نقول ان هو كان مضطر علشان يعرف يخلص القضية. من ضمن الحاجات اللي هو كان بيعملها وهو بيضرب نفسه ان هو حط راسه على التواليت وقعد يخبط راسه ويحبسها ما بين التواليت والغطا بتاعه. مش بس بيبان بوضوح ان التواليت له حافة سفنج، لكن كمان باين بوضوح هنا ان التواليت نفسه بيتفعص وبيتحرك اثناء حركته. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو دي اول مرة ليكوا هنا متنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.